السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة ان شاء الله رز بلبن، طريقة سهلة وبسيطة بمكونات موجودة في البيت. وهنعمل بكيلو لبن كمية ما شاء الله كبيرة جدا. نقول بسم الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. المكونات اللي معانا النهاردة: معانا علبة من القشطة، ومعانا سكر، كيلو لبن، فانيليا، كوباية من الرز صغيرة غسلناها غسلة كويسة قوي، وبعد كده صفيناها من المية بتاعتها. هننزل بيها في الحلة كوباية رز صغيرة، نبدأ ننزل عليها المية. الكمية اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي. كده نزلنا كمية المية على كوباية الرز الصغيرة، وبعد كده هنرفعها على النار ونسيبها تستوي نص سوا، وبعد كده هنطفي عليها ونسيبها حوالي ربع ساعة. هنقلب الرز بين الوقت والتاني عشان الرز ما يلزقش معانا في الحلة. الرز استوى معانا كده نص سوا، هنطفي النار وهنسيبه شوية. هنبدأ ننزل بكيلو اللبن اللي احنا غاليينه، هنقلب كويس اللبن مع الرز. نقلب كويس قوي الرز باللبن. هننزل بعد كده بنص كمية اللبن مية، يعني كيلو اللبن عليه نص لتر مية. هنرجع نقلب كويس قوي اللبن مع المية مع الرز، طبعا واحنا مولعين النار على نار هادية. هنبدأ ننزل بالسكر، ونقلب كويس قوي اللبن والمية والسكر والرز. نستمر في التقليب لحد ما السكر يدوب معانا خالص. السكر معانا كده بيدوب. بعد كده هنضيف الفانيليا ونرجع نقلب تاني. الفانيليا هنا ضرورية قوي في الوصفة دي عشان بتدي الرز بلبن ريحة كده جميلة مميزة. نقلب كويس قوي. هنستمر في التقليب لحد ما الرز يكمل سواه، وكل ده على نار هادية. هنكون في طبق تاني حاطين النشا، 3 معالق من النشا. هنضيف لهم معلقة كبيرة من اللبن الدافي، ونبدأ ندوب النشا في اللبن. دوبي النشا مع اللبن كويس قوي، اهم حاجة اللبن يكون دافي. اللي انتوا شايفينه ده اتأكد ان النشا دافي مبقاش فيها اي تكتلات بالشكل ده. نزلنا النشا. قبل ما ننزل النشا هناخد الرز كده على النار، هنطفي النار وناخده كده ضربتين بالهاند بلندر
وبعد كده هنرجع نقلب الخليط تاني والرز، وهنسيبه يتقل شوية معانا. بس يا ريت نشترك في القناة ونفعل الجرس وندوس لايك للفيديو. هنا محضرين الاطباق او البريمه اللي احنا هنحط فيها الرز بلبن. هنا البرام اساسي علشان يدخل النار، ندخله الفرن. هنضيف النشا ونقلبه ونسيبه يغلي معانا كده. الرز بدأ يتقل معانا وينزل كل النشا اللي جواه. في نفس الوقت ده هنكون جهزنا ال3 معالق نشا اللي حضرناهم وقلبناهم مع معلقه اللبن الدافي. هننزل بالنشا على الرز بلبن، هنقلبه كويس قوي ونستنى لما يغلي بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين الرز تقل معانا اللي احنا عايزينه من غير اي نشا ولا اي حاجه خالص. شايفين القوام؟ لايك بقى للرز بلبن. قولولي كده في الكومنتات ايه رايكم. يا رب الوصفه النهارده ان شاء الله تعجبكم. هنقلب كده الخليط، ما نستعجلش، احنا محتاجينه يتقل معانا ويدينا القوام اللي احنا محتاجينه. يا دوب 3 معالق نشا كده هنضيفهم في الاخر. بس زي ما انتم شايفين القوام، بصوا ما شاء الله تقيل ازاي. بعد ما ضربنا الرز في الخلاط او الهاند بلندر، بس ادانا القوام الجميل ده ما شاء الله. الرز معانا كده ما شاء الله استوي، وكمان القوام بتاعه تقل زي ما احنا كنا عايزين، وبدأ يدينا كده يغلي معانا ويدينا الفقاعات اللي انتوا شايفينها دي. طبعا كل ده على نار هاديه جدا، على اصغر شعل عندك. هنبدأ ننزل بالقشطه. كده خلاص حطينا الرز بلبن في كل البريمة اللي احنا كنا مجهزينها. هندخلها الفرن وهنولع شعلة الفرن اللي فوق. محتاجين الوش بس كده ياخد اللون الجميل.
اللي انتوا شايفينه قدامكم. شايفين الكمية؟ اللهم بارك. كيلو لبن بس ادانا ما شاء الله كل الكمية دي. احنا عارفين ان الطبق يعني او البرام بنشتريه من بره دلوقتي يعني غالي جدا. بكيلو لبن بس هنوفر وهنعمل كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله. آه، بشكل جميل وبشكل صحي كمان موفر قوي ومفيش اي تكلفة. بصوا القوام، قوام الرز بلبن. بصوا الرز قد ايه هو طيب ومستوي، وبصوا الجمال، وبصوا الشكل قدامكم. الطعم بجد ما شاء الله روعة. الرز لما دخل الفرن واخد اللون الجميل اللي انتوا شايفين، الوش التحفة ده بيدي طعم جميل قوي مختلف عن الرز بلبن التاني. سيبنا نص الكمية او جزء من الكمية زي ما انتوا شايفين. ما دخلناهاش الفرن. اللهم بارك ما شاء الله. بصوا الكمية قد ايه، هتوفر معاكم كتير، مش هتبطلوا تعملوه بالطريقة وبالشكل دي. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واللي مش مشترك في القناة يشترك وتفعلوا الجرس وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، ولايك لأحلى فيديو. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك علشان ان شاء الله يوصلكم كل اشعار انا ممكن انزل بيه فيديو. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.